كنت حاضر انت اليوم في انا صحيح كنت حاضر اليوم في قصر الحكومه. جاتني دعوه ومشكورين معناها بمناسبه اليوم الوطني لحريه الانترنت اللي يتزامن مع ذكرى وفاه شهيد الانترنت زهير مخلوف. حضرنا كما الناس الكل، دخلنا كان في بالنا ان باش نلقاو متواجدين ادمينات الصفحات الكبيره والصفحات اللي ساهمت في الثوره واللي الناس الكل تعرفها. ما عنديش علاش نبقى نذكرهم خاطر كلهم معروفين من حقائق الخفيه بالمرصاد سكوندالي اذاعه قالوا برشا برشا برشا، وباش ما نكملش نسمي باش ما ننساش اولادنا. دخلت للقاعه نلقى مش موجودين، كان بريسك 5 من الناس احنا من الصفحات فهمتني ممثلين. ثم 80 واحد من المدونين موجودين غادي، هما قالوا مدونين خاطر ما نعرفوش مدوناتهم. انا هي تصور ومن بعد نلقاو الناس تحاضر وتعطي فينا في محاضره معناها احنا جايبين على اساس احنا باش نقعدوا ونصفقوا للناس هذوما. هذا معناها انا اللي حسيته غادي باش نصفقوا للناس هذوما. يا اخي نلقاو ناس تحكي في حكايات ما تهمش الانترنت، ما تهمش حريه الانترنت، تحكي ما نعرفش حريه حاجات الحريه الجنسيه وما نعرفش شنيا وما نعرفش حكايات خارجه على الثوره وعلى الفيسبوك. حريه الانترنت. اي وناس حاسيلو ثم ناس تنظر، ثم مثلا زهير مخلوف قاعد لوطا وهذيا جولا نار تتكلم تحكي له على الثوره وعلى نضالها، وانا نعرف المدونه نتاعها عمرها ما حكيت فيها على الثوره. هذا اللي صار في قصر الرئيس. قمنا احنا واحتجينا، والاكثر من هكا اللي هانتنا ان سي منصف المرزوقي كنا ننتظروا انه هو باش يكون موجود غادي وهو يسمعنا. نلقاو سي منصف المرزوقي مش موجود، نلقاو عباد 4 من الناس من غير ما نقولوا من غير ما نسميوهم ما عندهم حتى علاقه بالثوره فهمتني. هما قاعدين وينظروا على ناس. تصور مدونات كيما مدونة نواة قاعدة تسمع في الناس هذوما ما نعرفش انا زهير مخلوف برشا اسامي. يا اخي احنا احتجينا وقمنا وقلنا احنا جايين هنا مش جايين باش نسمعوكم انتوما ونسمعوا محاضراتكم يا اخي الاولاد كلها خرجت وخرجنا، خلطوا علينا جماعه الرئاسه حبوا يرجعونا ويفهمونا. انا اللي حاسس اللي الحكايه اللي صارت اليوم كانت مفتعله باش ممكن انها تحب تدور جماعه الفيسبوك على منصف المرزوقي، خاطر ما نتصورهاش انها الحكايه هذه صارت عاديه، خاطر العباد الكل تعرف دور الفيسبوك واللي فيسبوكر ما يكونوش موجودين. هذا بالنسبه لي انا خطا كبير، وما نتصورش انه طاح في الخطا انسان عادي ولا الحكايه عاديه. وشكرا.